أمن عليا شوية خلطة ممبار عجب. ما تقوليش لعدوك عليهم. حاجة كده جامدة آخر حاجة. النهاردة مش فيديو خلطة بس، لأ، النهاردة هعرفك ازاي تشتري ممبار وتعرفي تفرقي بين البلدي والصيني المنتشر جدا في الأسواق وحتى الجزارين بيبيعوه. كمان هوريكي طريقة التنظيف اللي تخلي الممبار فلة شمعة منورة كده، طريقة التسوية المظبوطة اللي تخليه دايم معاكي وعمره ما يفرقع منك ابدا. كل التفاصيل دي النهارده هقولها لك. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي مع بعض. اول حاجه يا جماعه، الحته دي اللي في ايدي ده ممبار بلدي. الممبار البلدي بيبقى كله دهن كده من بره، معروف، وبيبقى كمان سمكه تخين مش رفيع، ولونه بيبقى لون وردي. شايفين اللون ده؟ مش لونه ابيض. الممبار الصيني بيبقى رقيق جدا جدا، نضيف فله شمعه، نضيف بفته كده بيضه لانه بيعملوه بالبطاس، ماشي، وما فيهوش دهون نهائي. ودايما يقولك بيتباع متنضف وبيبقى مليان في الميه، اوعي تشتريه. حتى الجزارين بقوا يبيعوه. تمام. طبعا البلدي بيبقى سمكه تخين، بيبقى كده اسف في اللفظ، بيبقى كده فيه زي نسبه زفلطه كده من ظهره لما نيجي نقلبه. بيبقى طريقه قلبه كمان سهله، انا دلوقتي وريتك طريقه القلب بتاعه، بيبقى كله كده حاجات مزفلطه من الظهر. طبعا احنا لما بنيجي نحشيه بنحشيه من الناحيه اللي جوه، مش الناحيه يعني احنا بنخلي الدهن لجوه والوش ده لبره، لان الدهن هو اللي بيكون ناحيه الرز. ولما بنيجي ننضفه يا جماعه، انا بجيب الممبار، بجيبه من عند الجزار زي ما هو كده، لازم تحت ميه جاريه قبل ما بقلبه الاول، وبنضف الدهون اللي فيها، لان ساعات الدهون دي بيكون فيها حاجات كده مش لطيفه. لازم اغسلها كويس جدا 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 واتاكد، واحط الممبار نفسه جوه فتحه الحنفيه عشان ميه تنزل عليه ميه جاريه. وبعدين بعمله بالملح، وبعد كده بقلبه. يعني كل ده قبل القلب. وبعد القلب بقى التكحيل، اللي هو اللي انتم شايفينه ده دلوقتي. نسبة الزفلطة دي لازم تتشال منه تماما، يعني لازم انضفه واشيل كل مادة لازجة اللي جواه تماما تماما تماما، لحد ما بيكون بالشكل ده، ما فيهوش اي حته صغننه قد كده فيها اي ماده لازجه نهائي. تمام كده. عشان كده الممبار ده بيبقى صعب ان احنا ناكله من بره، صعب جدا، او حد انت مش ضامنه تاكلي من ايده والكلام ده، لان طريقه تنظيفه بتكون صعبه شويه، ومش كل الناس بيبقى عندها ضمير في تنظيف الممبار. استحاله انا اكل ده بره بيتي، استحاله، او اكله من ايد حد، لا يمكن. المهم، انا بعد ما بكحته بحطه بشويه ملح وشويه ليمون، وادعك الممبار، وكمان بحط سكر. السكر بيعمل زي صنفره اي حاجه تم انا ما خدتش بالي منها بتخليها فله، وبعدين بشطفه وبصفيه، وده بيكون شكله تمام. خليته زي الفل كده. احنا عرفنا الفرق بين الصيني وبين البلدي. اوعي حد يضحك عليكي. تعالوا بقى نحضر الخلطه بتاعته. جبت حوالي 4 بصلات كبار، بشرتهم في الكبه، وبعدين حطيت عليهم حبه خضره مشكله، شبت وبقدونس وكزبره، قرنين فلفل حراق حمر. والممبار لازم يكون سبايسي يعني افضل طعم ليه ان هو يكون سبايسي. وبعد كده بحط البهارات بتاعتي، حطيت ملح، فلفل اسود، كمون، وكزبره، وكمان هحط بهارات محشي، دي بتيجي من عند العطار، بتخلي الممبار رهيب. بهارات دي جميله جميله جميله. بحط معلقتين منها كبار، قصدي صغيرين، وبعدين بحط شويه شطه، وبحط طبعا البابريكا بتاعتي، وبرده بحط مكعبين مرق دجاج. طبعا ده اختياري، ومرق الدجاج ده يا جماعه انا عاملاه في البيت، والفيديو بتاعه موجود على القناه. تمام. هدعك بقى كل الكلام ده دعكه محترمه محترمه. طلعي عيني البصل مع الكلام اللي احنا حاطينه ده، خلي البصل ينزل كل ميته، وشمي بقى الريحه فظيعه. بعد كده هنزل عليهم بايه بقى؟ هقول لكم. انا مخزنه طماطم يا جماعه، اللي هي طماطم متسبكه اكياس كده، طلعت كيس وقطعت معاه حوالي يجي كيلو كده طماطم متقطعه مكعبات، وبوختهم على النار، طلعت منهم اي سوائل. اصبحت الطماطم من غير اي ماده دهنيه خالص. احنا لحد دلوقتي ما حطيناش اي ماده دهنيه، لا زيت ولا سمنه ولا اي حاجه. سبكت الطماطم كويس جدا 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 على النار، خليت ما فيهاش اي سوائل خالص، بقت بالشكل ده. نزلت بيها على الخلطه بتاعتي الحلوه، واخر حاجه حطيت الرز بتاعي المغسول، وكميه الزيت الحلوه دي، عشان الزيت ده اللي هيخلي الرز بتاعي يفلفل. الممبار ما بيحطش لا سمنه ولا زبده ولا حاجه، هو زيت بس، لان هو فيه كميه دهون محترمه بتحلي طعمه، مش محتاج ان احنا نحط بس الزيت بس عشان يفلفل معايا الرز. وبقلب بقى الكلام ده كله. عايزه اقول لكم من جمال الخلطه دي، انا كنت عامله اكل فيها كده ريحتها طعمها مظبوط جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه، لو انت عملتي الطريقه دي بتاعت الممبار
7 كوبايات بيعملوا 2 كيلو من الممبار. 7 مجات يعني حوالي 2 كيلو الا ربع رز بيعملوا 2 كيلو ممبار. ليه؟ لان احنا مسبكين الطماطم قوي، فما فيش اي يعني هو يعتبر رز صافي، غير لما انت تكوني عاملاه الطماطم قطعه مكعبات، فدي بتاخد حيز في الممبار فما بياخدش كميه رز كتيره، انما ده الطريقه دي بتاخد كميه رز كتيره. تمام كده. تعالوا بقى نحشي الممبار، ودي طريقه مامتي اللي بتحشي بيها الممبار، انا ما بعرفش احشي غير كده، انا متعلمه بصراحه الحشو ده من ماما. فبنحشي بقى كميه كده الممبار كلها وما بنملهوش رز. خدي بالك انت مش بتمليه خالص رز، بتبقى انت بتمسكي كده الممبار بايدك تحسي كده ان هي ايه فيها شويه رز بس مش مكبوس، لان لو احنا كبسناه الرز ده كده كده هيستوي، فلما بيستوي بينفش فمش هيلاقي مساحه. فانت هوي كده الدنيا وخليه كده مبطط وحلو، وبعد كده حطيه. طريقه الحشو اللي انا بحشي بيها دي طريقه سهله جدا وبسيطه وكمان سريعه، ما بتاخدش معاكي وقت خالص. جربوا الخلطه دي باللي انا قلت عليه بالظبط، وفعلا هتنبهروا بجمال الخلطه بطعمها، يعني هي مظبوطه يا جماعه. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، انا بحط لكل كوبايه رز معلقه من الملح عشان يطلع معاكم مظبوط. هتقولي لي هيبقى حادق وكده، لا مش بيبقى حادق يا جماعه. انا بعمل بقى كل الكميه، بحشي كل الكميه، بس لازم خدوا بالك بقى من النقطه دي. بجيب خله وبخرم كده خرمين 3 في كل ممبرايه. علشان ايه؟ انا بخرج الهواء الزياده عشان لما تيجي نحطه في النار احنا بنخرج الهواء الزياده منه فما يفرقعش وانتي بتسلقيه. تمام. حله على النار، غليت ميه، حطينا نصها ميه، غليت كويس، حطيت بصلايه ونفس البهارات اللي انا حطيتها في الخلطه حطيتها، بس طبعا بنسب صغيره مش كبيره. وبعد كده هسقط بقى الممبار بتاعي كله بالشكل ده واحده ورا التانيه، انا بمسك من الطرفين وبسقط. هي اول ما بتنزل في الميه المغليه الطرفين بيقفلوا على الرز اوتوماتيك كده. تمام. وبقلبه كده تقليبه بسيطه وبسيبه بقى على النار. طريقه التسويه بقى ازاي يا جماعه؟ على نار عاليه لحد ما يغلي كويس جدا، وبعدين بغطي الحله نص الغطا، يعني بسيب الغطا موارب مش بقفلها بالكامل، وبعدين بسيبه ساعه الا ربع، من ساعه الا ربع لساعه على نار متوسطه، وبيطلع معايا بالشكل ده. انسي ان يفرقع، انسي ان الرز يخرج بره، انسي الكلام ده كله. بسيبه بطلعه على مصفى، بسيبه يبرد شويه ويهدى من السخونيه، وبعدين بحمره. انا بحمره في زيت مش بحمره في سمنه، هي مش ناقصه العمليه يعني هي مش ناقصه، هو كده كده مليان دهون، فانا بحمره في زيت عادي خالص، ما بياخدش وقت في التحمير وبيطلع معايا لونه بالجمال والطعامه دي. حاجه كده نظافه في البيت، اوعي تاكليه بره، محدش هينضفه بره زي ما انت ما هتنضفيه بايدك ابدا. وطريقه التنظيف هو التكحيت بالسكينه، يعني محدش يقول بقى ايه كبه والكلام ده كله، لا، هي دي طريقه التنظيف المظبوطه اللي تخلي الممبار بتاعك تاكليه وانت كده مرتاحه نفسيا ومطمنه، بتاكلي عيالك حاجه انت مرتاحه لها نفسيا. بصوا بقى لما بنيجي نفتحه الرز مفلفل، الممبار دايب، مجرد ما بقطمه كده بيتفتح معايا على طول. بصوا انا بكلمكم ورق جري اصلا. بس كده، وده فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده. شكرا لكم، مع الف سلامه.